الشخص اللي انتوا شايفينه في الفيديو ده ضخم دراع وساب باقي جسمه، مش عارف هو عملها ازاي او ايه الغرض منه، لكن عمل زي اللي بنى بيت من غير اساس. بيت حلو وجميل وكلفه والاساس اي كلام، وفي لحظه ممكن يوجع. صح؟ في البدايه لو اسم النبي غالي عليك صلي على النبي وتعالى اسمع كلمتين ينفعوك. اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، واعمل للاخره كانك تموت غدا. مش تروح تترهبن وتسيب الدنيا وما تتزوجش ولا. فاهمني؟ جوز وافرح بولادك وعيش حياتك والدنيا جميله، لكن في نفس الوقت ما تسيبش الاخره بتاعتك. واظب على صلاتك وعلى الذكر وعلى الصلاه، حاجه جميله جدا، يبقى انت فزت بالاثنين. طيب، ممكن واحد، خلي بالك الامر خطير والله، ممكن واحد يهتم بعيل، يعني مثلا يبقى عنده بنتين ثلاثه وعنده ولد، فيهتم بالولد زياده عن اللزوم. اقسم بالله ده بيحصل، يشيل فيه وهشك فيه اصل ولد، وبعد كده تبقى مشكله كبيره جدا، يكتشف ان البنات هم الرحمه، هم اللي هيشيلوه، وفعلا المؤنسات الغاليات. فاوعى تدي حاجه زياده عن حقها، يفرج يطلعوا يكرهوه، وتهتم بدراع واحد زي في الفيديو كده، اهتميت بطرف واحد. خلاص زوجتي جابت ولد، البنات تركن على ناحيه والزوج على ناحيه، مش شايف غيره. زوجته عادت خلاص حاجه عاديه، البنات راكنهم في ناحيه ما بيجيبلهمش حاجه. فخلي بالك خير الامور اوسطها. اوعى في يوم من الايام تضخم دراع وتسيب الباقي. صليت على النبي؟ انت فاهم كلامي كويس ازاي؟ اوعى في يوم من الايام انك تكون مبذر، معاك فلوس تفرتكها وبتاني يوم ما تلاقيش حاجه تاكلها. طيب معاك قرشين، هات على جدك وعين قرشين. اوعى في يوم من الايام تكون عنيف مع الاولاد، في لحظات كده حاول تأدبهم، لكن في دايما في قسوه وفي عنف وضرب هيطلعوا يكرهوك، مش هينفعوا وهيشوفوك دايما وحش. فخير الامور اوسطها. ما ينفعش مثلا اروح اشتغل 3 ايام او يومين ورا بعض واجي انام يومين ورا بعض، جسمك هيتعب. خير الامور اوسطها. فاهمني؟ فكل حاجه في الوسط شيء جميل جدا. لا تكون مبذر ولا تكون سخي، ما تفرتكش اللي معاك، او ان انت تشيل نفسك فوق طاقتك. واحد يضخم دراع ويسيب الباقي، واحد يهتم بعضوه ويسيب الباقي، واحد يهتم بابنه ويسيب الباقي. ده كله بيبقى اهمال ودمار. حتى ربنا عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. صدق الله العظيم. فاحنا اللي بنحمل نفسنا فوق طاقتها، احنا اللي بنظلم انفسنا، احنا اللي بندمر اللي حوالينا. والله العظيم ربنا حرم الظلم على نفسه وحرمه على العباد ويكرهه. فانت ما تظلمش نفسك وتقول هي كده او نصيب. هنكتفي بهذا القدر، شارك الفيديو لعل احد يستفيد، وخليك دايما في خير الامور اوسطها. والسلام عليكم.